استفاد سكان جماعة عوينت إغمان القروية من حملة طبية متعددة الاختصاصات، وشارك في هذه الحملة مجموعة من الأطباء الاختصاصيين في طب العيون وغيرها من التخصصات، واستفاد أزيد من 50 مستفيد ومستفيدة من مختلف الأعمار. ولقد لقيت هذه الحملة تجاوبا كبيرا من لدن سكان المنطقة. جابوا طبتهم، جابوا حديدهم تبارك الله، ويدوزوا لنا هنا تاني يطول اعمارهم بالسياسه، ما يكرفصونا ولا يهدرونا بالتنقلي. حامدين مولانا والله اللي تبارك الله يجازيهم بالخير والاحسان. الطب اللي جات هنا تاني يوم راي شجعتنا وجبرت اللي صحتنا. يبغون نطلبوا من مولانا الله يجيب لنا الشفاء معطرهم ان شاء الله. اولا وقبل كل شيء اود الشكر هذه الجمعيه التي اتاحت لنا هذه الفرصه والتي أتت لنا بهذه القافلة الطبية. وعلى هامش هذه الحملة الطبية قامت جمعية عين سدر للتنمية والثقافة والبيئة والتواصل بعوينت إغمان بتوزيع مجموعة من المساعدات الغذائية على بعض الأسر المحتاجة، وتدخل هاتين العمليتين في إطار تقريب الخدمات الاجتماعية والصحية لساكنة العالم القروي الذين يجدون صعوبات في التنقل نحو المدينة.